لأول مرة حقائق عن سوريا راح تدهشك. إذا كنت سوري حط لايك واشتراك، خلينا نبلش الفلوق على طول. يلا. سوريا أنا ومن أصالة بلاد الشام جيت، منبع أغاني الطرب ومن حلب أنا جيت، شايل همومك يا وطن، شايل همومك يا وطن، ولهيك أنا جيت يا ربي بجاك تحمي بلادي. يا مان الشام ويا الله يا مان، طال المطال يا حلوة تعالي، يا مان الشام ويا الله يا مان، طال المطال يا حلوة تعالي، لو المطال طال وطول لا بتغير ولا بتغير، المطال طال وطول بتغير ولا يتحول، مشتاق لك يا نور عيوني، مشتاق لك يا حلب يا عيوني، مشتاق لك يا نور عيوني، حتى نعيد الزمن الأول، مشتاق لك يا نور عيوني، حتى نعيد الزمن الأول. يلي من سوريا وعم بتابعني هسه أكيد بيعرف كانت سوريا قبل شلون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بسوريا، الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بأهل سوريا ووصى بأرض سوريا. سوريا كان فيها الأنبياء كلهم، سوريا كانت أم الدنيا، بس من الأوضاع اللي صارت فيها وصارت دمار وصار كل شي فيها، كانت سوريا هي أم الدنيا. بس ما بنقدر نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنه سوريا كانت هي أم الدنيا، أهل الكرم، أهل الخير، أهل الفزعة، يعني كل هي سوريا، بس الدنيا كانت سوريا بس. فما بنقدر نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل على اللي صار بسوريا وعلى اللي عم بيصير بسوريا، من غلاء الأسعار، من الظلم اللي عم يصير فيها، من الضرب، من العالم ما عم معاها مصاري تكل وتشمل الفيد. ولا تنسونا من اللايك والاشتراك.